تخيل كده لو شركة أعلنت قوائمها المالية في نهاية السنة، وبعدها بأيام حصل حدث كبير، حريق في المصنع أو إفلاس عميل أو حتى قضية كبيرة ضد الشركة. السؤال هنا مش الحدث ده مهم ولا لأ، كبير ولا صغير. السؤال الحقيقي هنا، هل الحدث ده هيخلينا نغير الأرقام اللي عرضناها ولا بس نذكره وخلاص؟ السؤال ده هو بالظبط اللي جاوب عليه معيار IAS 10. المعيار ده جاي يحط خط واضح جدا امتى نعدل وامتى نفصح بس. خد بالك ان الاحداث اللي بتحصل بعد تاريخ اصدار القوائم المالية نوعين، مفيش تالت. اول نوع احداث بتتطلب تعديل، ودي اهم نقطة في المعيار، ان الحدث نفسه بيحصل بعد السنة بس السبب بتاعه كان موجود قبل نهاية السنة. يعني الحدث كشف لك حقيقة كانت موجودة أصلا قبل نهاية السنة بس نتائجها بانت بعد نهاية السنة. زي مثلا عميل عليه مبلغ كبير وفي شهر مارس أعلن إفلاسه. خد بالك إن الإفلاس هنا حصل بعد 31 ديسمبر، بس الإفلاس ده مش بيحصل فجأة. أكيد العميل ده كان بيعاني من مشاكل مالية قبل كده، ممكن كان متأخر في السداد أو عنده أزمة سيولة أو مش قادر يوفي بالتزاماته. يعني المشكلة كانت موجودة أصلا بس ظهرت بشكل رسمي بعد نهاية السنة. وعلشان كده الحدث هنا مش بيخلق مشكلة جديدة، هو بس كشف مشكلة قديمة كانت موجودة من قبل كده. وده بالظبط النوع اللي لازم نعدل بسببه القوائم المالية ونعترف بالخسارة. وده لأن القوائم لازم تعكس الحقيقة مش مجرد التوقيت. النوع الثاني أحداث لا تتطلب تعديل، وهنا بقى الحدث حصل بعد السنة وملهوش أي علاقة بالماضي. يعني ده حدث جديد اتخلق بعد ما الفترة خلصت، زي حريق في المصنع، قرار اندماج أو قرار زيادة رأس مال. في الحالة دي ما تعدلش الأرقام بس في نفس الوقت ما تتجاهلش الحدث. فلو الحدث مهم يبقى لازم تفصح عنه في الإيضاحات والإفصاحات علشان اللي يقرأ القوائم يبقى فاهم الصورة كاملة ماشية ازاي. النقطة بقى اللي الناس بتتلخبط فيها، لو الشركة قررت توزع أرباح بعد تاريخ إصدار القوائم، هل ده التزام في القوائم؟ الإجابة طبعا لا، وده لأن القرار نفسه اتاخد بعد نهاية الفترة، فده هيبقى إفصاح مش التزام. الموضوع كله بيتلخص في سؤال واحد، هل الحدث اللي حصل ده بيأكد حاجة كانت موجودة قبل كده فنرجع نعدل القوائم، ولا بيخلق حاجة جديدة فنفصح عنها بس؟ فمش كل حدث بعد السنة بيغير الأرقام، لكن كل حدث جوهري لازم الناس تعرفه. وده الفرق بين محاسب بيسجل أحداث ومحاسب فاهم امتى الحدث يغير القصة وامتى بس بيضيف لها معلومة جديدة.